المخزن هو مصطلح يشير إلى نظام الحكم في المغرب، وهو نظام ملكي وراثي يترأسه الملك. يلعب المخزن دورا مهما في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ويعد أحد أقدم الأنظمة السياسية في العالم العربي. نشأ المخزن في المغرب في عهد الدولة السعدية في القرن السادس عشر الميلادي، وتطور في عهد الدولة العلوية التي حكمت المغرب منذ القرن السابع عشر الميلادي. يستند المخزن المغربي إلى عدد من المفاهيم الأساسية، منها المركزية، تركز السلطة في يد الملك الذي يتمتع بسلطات واسعة في مجالي الحكم والسياسة. العسكر، يلعب الجيش دورا مهما في المخزن المغربي، حيث يعد أحد أقوى الجيوش في العالم العربي. تتمتع القبائل في المغرب بعلاقات قوية مع المخزن، حيث يعتمد المخزن على القبائل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الريفية. الدين، يلعب الدين الإسلامي دورا مهما في المخزن المغربي، حيث يعد الدين الرسمي للدولة. يواجه المخزن المغربي اليوم عددا من التحديات، أبرزها الفساد. يعاني المخزن المغربي من الفساد الذي يؤثر على كفاءة عمل المؤسسات الحكومية. البطالة، يعاني المغرب من مشكلة البطالة التي تعد من أهم التحديات التي تواجه الشباب المغربي. الفقر، يعاني المغرب من الفقر الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه المواطنين المغاربة. على الرغم من هذه التحديات، إلا أن المخزن المغربي يعد أحد أقوى الأنظمة السياسية في العالم العربي، وقد ساهم في الحفاظ على وحدة المغرب واستقراره على مدار قرون عديدة. فيما يلي بعض الحقائق عن المخزن المغربي. يرأس المخزن الملك الذي يتمتع بسلطات واسعة في مجالي الحكم والسياسة. يتكون المخزن من مجموعة من المؤسسات والأجهزة الحكومية التي تتمثل في المؤسسة الملكية، الحكومة، الجيش، الشرطة، القضاء. يلعب المخزن دورا مهما في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية.